السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم عن موضوعين مهمين جدا. اول موضوع فيهم واللي سألتوني عنه كتير، نعمل ايه؟ احنا عايزين نقسم السنة، مش قادرين نكملها كلها. وكتير قوي ناس دلوقتي بيفكروا في الموضوع ده فعلا. يعني لاحظت ان في كتير قوي حاسين ان هم مش هيقدروا يكملوا السنه وكده. فانا اتكلمت مع واحده صاحبتي وكده، هي معايا في الكليه دلوقتي، وعرفت ان هي كانت برضو عايزه تقسم السنه وكده فقلت اطلعها معايا النهارده واسالها برضو هي ازاي اتغلبت على الموضوع ده وقدرت انها ما تقسمش السنه وتكمل عادي وكده. الموضوع التاني بقى موضوع الامتحانات بتاعت نص السنه. حاليا طبعا في امتحانات كتير، انا عارفه شوامل كتير قوي على نص المنهج اللي اخدتوه في ثالث ثانوي كله. وانا عارفه ان دي حاجه برضو كانت وقتها ضغط جامد قوي علينا. فانا برضو اتكلمت مع واحده صاحبتي تانية وقلت لها، وهي هتطلع برضو معانا النهارده وهي هتتكلم عن ازاي بقى هي قدرت تمشي في الموضوع ده وكانت حاسه بايه وكانت بتغلب ازاي على الضغط بتاع الامتحانات دي. ازيك يا نور، عامله ايه؟ الحمد لله. عايز اسالك بقى على حكايه تقسيم السنه وكده. ايه بقى كنت جالك الفكره دي ان انت عايزه تقسمي السنه؟ جات لي في شهر 3. كان وقت ما الوزير نزل قرار ان مفيش كتاب هندخل بيه اللجنه. وانا كنت بعتمد اكتر في مذاكرتي على الحفظ، قصدي على الفهم اكتر من الحفظ، ما كنتش بحفظ كتير. صح. فلما بقى قال ان مفيش كتاب، كان لسه ما نزلش ان في ورق مفاهيم او كده، طبعا نفسيتي بقت في الارض. قعدت يوم كامل بعيط وما رحتش دروس ولا اي حاجه. وجات لي بقى فكره التقسيم، يعني ساعتها ان انا هقسم المواد اللي فيها حفظ اكتر احياء. وبعدين قدرتي تتغلبي على الموضوع ده ازاي؟ يعني لقيت ان خلاص رزقي اوريدي مكتوب، ربنا كاتب ارزاقنا كلنا، وان انا هجتهد وهسعى لغايه اخر وقت وخلاص بقى، وان شاء الله يعني ربنا كاتبه لي هشوفه وقدرت يعني. الحمد لله. ازيك يا نور، عامله ايه؟ ازيك يا نانسي، عامله ايه؟ كنت عامله ايه بقى في الامتحانات اللي كانوا بيعملوها في نص السنه دي على المنهج، على نص المنهج كله؟ بخصوص الامتحانات بتاعت نص السنه والشوامل والحاجات دي، اي درجه انت هتجيبها مش مقياس خالص لمجموعك اخر السنه. لو مثلا في مواد المدرسين بيحطوها بتكون مش زي الاسئله اللي هتيجي اخر السنه، مش مقياس لاي حاجه، لان انت بتكون داخل مذاكر مش بس الماده دي. انت اخر السنه بيكون كل ماده قبلها حوالي 7 ايام 5 ايام مخصصه ليها، فبالتالي بيكون فرصتك في الحل انت داخل دماغك عباره عن الماده دي بس. لكن في الشوامل اللي بتتعمل دلوقتي في نص السنه بتكون انت ممكن تذاكر الماده في يوم او يومين، معاك مواد تانية بتذاكرها في النص، فمتشتت اوريدي بمواد تانية، فدي مش مقياس خالص. اي درجه هتجيبها بلاش تاثر عليك باحباط او كده. اهم حاجه بس تبقى قريب من ربنا وترضى باي حاجه بتحصل. وفي بقى حاجه حلوه جدا ممكن انت تواظب عليها كل يوم، دي فرقت معايا قوي، وهي ركعتين قيام ليل كل يوم بالليل قبل ما تنام. لو صليت كده قيام ليل، قعدت مع ربنا، اتكلمت معاه، وكل حاجه انت محتاجها قولها، وباذن الله ربنا يستجيب وتقدروا تحققوا حلمكم وبس كده. شكرا. في حاجه بسيطه بقى انا عايزه اكلمكم عنها، وهي ايه؟ حكايه ان انتوا نسيتوا كل حاجه قديمه. احنا دلوقتي في كتير قوي قالوا لي ان هم دلوقتي حاسين ان هم نسوا كل حاجه نسوها خلاص. هيعملوا ايه؟ اول حاجه احنا بنبدا نراجع على القديم بطريقه من الاتنين. يا اما نقرا كل يوم، نخصص ساعه او ساعتين نقرا فيهم جزء من القديم، دي طريقه تانية اننا نخصص برضو نفس الساعه او الساعتين دول كل يوم ونحل فيها على القديم. ودي بجد يعني طريقه برضو حلوه قوي، لان انت لما بتحل على القديم مش بس ان انت بتتدرب كحل، لا كمان الحاجه اللي هتقف معاك في الحل هترجع وتقراها. فكده يعني دي انا شايفه ان الطريقه دي افضل بكتير. بس كده، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. انا حابه قبل ما نختم اشكر نور ونهى اللي شاركوا معايا في الفيديو وطلعوا كده. شكرا ليكم جدا. هم ما كانوش عايزين يطلعوا في الاول، بس انا اقنعتهم يعني، فحابه اشكرهم وشكرا ليكم عشان استمعتوا لي للاخر. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو. مع السلامه.